انتوا عارفين انا اخدت بعضي ومشيت من البلد بحالها، رحت كده على مكان بحبه وبرتاح فيه. حسيت انها محتاجة خروجة دي جدا بعد نفسيتي الحمد لله يعني كانت شوية مش مظبوطة. تعالوا نعيش كده اليوم مع بعض ونشوف عملنا فيه ايه. وهقول لكم كمان، عايزه اقول لكم ان الركنه برضو ما اتعملتش عند الراجل اللي كانت عنده، ورجعت اخدتها من عنده لان هي كانت هتتكلف جامد جدا جدا فوق الخساره اللي انا خسرتها يعني. بس الحمد لله. المهم بقى اليوم ده انا كنت يعني خلاص محتاجه الخروجه دي جدا، فيلا بينا بقى نعيش اليوم كده من اوله. وبعد ما جينا عملنا ايه، واقول لكم برضو انا هعمل ايه في مشوار الركنه ده ان شاء الله باذن الله تتحل. يعني كل عقده ولها حلال، ربنا يعني دايما بابه مفتوح. المهم انتوا وحشتوني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا رب تكونوا بالف خير وجمعه مباركه عليكم ان شاء الله، يوم طيب وزي العسل باذن الله، وكل اللي يجيبه ربنا خير وكل حاجه من عند الله حلوه. بصوا بقى اليوم ده يوم كده زي العسل. انا اخدت بعضي وهربت، واخدت ولادي معايا، واخدت حبايبي معايا، ورحت كده قضيت يوم لطيف. هو يوم واحد رحت فيه بالعربيه ورجعت، يعني ما خدش يعني حاجه. رحنا يعني بعد العصر كده رجعنا على اخر الليل، واليوم كان حلو وجميل. ان شاء الله هتعيشوه معايا النهارده بكل تفاصيله. وزي ما قلت لكم بقى الركنه راحت جت باظت ضاعت خلاص يعني يعني الموضوع ما بقاش في دماغي قوي. الظلم وحش، بس الاوحش ان احنا نزعل نفسنا ونضايق نفسنا على اي حاجه في الدنيا ما تستاهلش، ما دام احنا بخير الحمد لله رب العالمين. زي ما انتم شايفين بقى رحنا على فين، مفيش غيرها، البلد اللي بحبها وبعشقها وبتمنى اروحها على طول، اسكندريه. طبعا اسكندريه قريبه مننا جدا، فاخدنا بعضنا ورحنا على هناك. الجو تحفه، الواحد اول ما يدخل اسكندريه كده سبحان الله ليها هوا تاني وجو تاني ونسمة تانية وناسها الحلوين. واحلى تحية لكل المتابعين اللي عندي من اسكندرية، والله كانت وحشاني جدا. يعني يعتبر من السنة اللي فاتت، والسنة اللي فاتت ما رحتهاش قوي، رحتها يوم واحد بس وانا ما نزلتهاش. فلا كنا محتاجين بقى اليوم ده، كنا محتاجين نشوف البحر ونشوف الهوا ونشوف يوم حلو. فوصلنا مفيش يعني، وكمان عملوا لنا طريق جديد كده، يعني عبارة عن كوبري كده زي الكوبري الدولي، سهل المسافة خالص، يعني سهل المسافة بدرجة جامدة كأنك رايحة مشوار من البيت لبيت. المهم وصلنا بقى كده، وكنا عاملين مع بعض اكل وسندوتشات وعصير وحاجات حلوه كتير، وقعدنا قعده حلوه. صحيح الولاد نزلوا الميه ولعبوا في الميه، بس احنا ككبار ما يعني ما عملناش الحركه دي. هتقولي لي ازاي بقى انت تشوفي الميه قدامك وما تنزليش؟ هقول لكم شفتوا اول مره في حياتي اقعد قدام البحر وما انزلش، ولا حتى ابل نفسي، ولا حتى اروح ناحيته، بس انبسطت بالمنظر وبالقعده الحلوه. كنا رايحين اخر النهار، فما كانش له لازمه الواحد يبهدل نفسه على الفاضي، وكفايه ان الولاد لعبوا وانبسطوا. بصوا ولادي هم دول اهم عماله بصورهم اهم، يعني كفايه ان هم لعبوا وانبسطوا، ويعني ايه اليوم عدى عليهم لطيف. طبعا هم الايام اللي فاتوا برضو حرام، هم لسه واخدين اجازتهم ومخلصين امتحانات، فكمان يعني جم معانا في موضوع الركنه ده وعاشوا معانا شويه ايام كده كلها يعني حيره بسبب اللي حصل. فانا حبيت ان انا اعوضهم وافرحهم في نفس الوقت، ونخرج خروجه لطيفه كده. بصوا بقى صالح ركر ما شافش الميه، رغم ان انا كنت واخداله معايا مايوهين، لكن والله ما لمس الميه. لقيت الجو كده الميه ساقعه عليه، ما رضيتش ان انا انزله مع اخواته هم كبار عنه. بس روحنا بقى كده وارتحنا. وتاني يوم قمت بقى من بدري، قلت استهدى بالله اشوف اللي ورايا واشوف هعمل ايه، لان قبل اليوم ده بيوم كنت انا رحت شلت الركنه من عند الراجل اللي وديتها له. زي ما قلت لكم انا قعدت اقول له السعر طبعا الحمد لله كلكم نصحتوني في الكومنتات اتفقي الاول، رغم ان هو في الاول كان بيقول لي ما تفرقش ومش هتتكلف وكده. وهو الصراحه راجل محترم والله امانه، يعني كويس ان هو صارحني من الاول. هو فعلا شغله حلو وكل حاجه، بس الصراحه انا ما كانش معايا المبلغ اللي طلبه، فانا ما بحبش اورط نفسي من الاخر او اخليه يعمل حاجه وبعدين ساعه الحساب يبقى فيها كلام تاني او كده، واقول له والله ما معايا غير دول. انا ماليش في الكلام ده، ما بحبوش ابدا، انا اكره ما عليا. فهو كمان قال سعر، يعني يا اما انا ارضى بيه يا اما افاصل معاه من الاول واتفق معاه يا اما مرضاش. لكن مثلا ما اخليهوش يشتغل في حاجه وانا معيش تمنها، وساعه الحساب اقول له يعني والله ما فيش غير دول، طب اصبر عليا. الكلام ده انا ما بحبش كده ابدا ابدا في تعاملاتي. وده يعلمني برضو ان دي اخر مره
اخر مره اعمل حاجه زي ده اهي. خلاص توبه من بعد النوبه. انا يا اما اعمل الحاجه بايديا واجددها بايديا، يا اما ابيع واشتري واغير، لكن عشان اجدد ركنه تاني دي اخر مره في حياتها الركنه تتجدد خلاص. المهم يعني، فاللي حصل يا نودي، بص بقى، خدت فطار حلو من زمان ما حضرتش لنفسي فطار حلو كده، فبقيت مبسوطه قوي ان انا حضرت فطار حلو لنفسي، وقعدت مع نفسي ساعه الصبح كده والولاد نايمين، اللي هو بقى يعني ايه، ارتاح كده شويه. المهم مش عايزه اعديكم في الكلام عشان بس هتشوفوا معايا الفيديو اللي جاي. المهم بقى انا خدت الركنه وقلت هشوف اي مخزن اخزنها فيه لحد يعني ايه ما تفرج بقى، واشوف هعمل فيها ايه، لان طبعا حرام حرام انها تترمي، وحرام هي اساسا لو حتى عايزه ابيعها مش هتجيب لي فلوس بعد اللي حصل فيها يعني. فالمهم الحمد لله رب العالمين، يعني هو حتى ما سابهاش على حالها، اللي هو لو معرفتش انجدها احطها كده زي ما هي كده لحد ما تفرج، لا هو زي ما انتم شايفين كده انا واخداها من عنده على الخشب الابيض، بوظها كلها وقطعها، نظير ان انا قلت له ان الشغل وحش، يعني منه لله منه لله. المهم يعني هنام ما عجبهاش الكلام ان انا اشيلها واخزنها في مخزن وكده تبع ابو ادم، وقالت لي لا. والمهم برضو دورت كده على 1 و2 و3 ان حد يعني يشوف ان هي تتعمل بسعر كويس وتتعمل في نفس الوقت كويس يعني، والحمد لله لقينا حد برضو، وان شاء الله باذن الله شغله يطلع حلو. بس هو ايا كان الشغل طالع عامل ازاي، انا خلاص اولا مش هشكر في حاجه، انا كده كده يعني الدنيا علمتني ما اشكرش في حاجه قبل ما اشوفها. بس انتوا هتتابعوا معايا وهتشوفوا الايام اللي جايه هتطلع عامله ازاي. هي المفروض ان انا هستلمها يوم الخميس الجاي، بس انا بكره وانا بودي له القماش هصورها لكم وهوريكم يعني هي بقت عامله ازاي دلوقتي، او عمل فيها ايه، ان شاء الله بكره اوريها لكم. فالمهم اتفق معانا على سعر كويس يعني الى حد ما مقبول، وموجود معايا في نفس الوقت اللي هو يعني مش هتزنق وكده. وفعلا انا نازله اجيب له القماش بكره ووديتها له يعني، وان شاء الله باذن الله هيديها لي يوم الخميس الجاي ايا كان. يعني اكيد هتبقى احسن من الوضع اللي هي عليه، بس ان شاء الله هيعملها كويس باذن الله يعني. انا متحشمه في وجه الكريم خير ان هي هتطلع كويسه، بس مش عايزه اسبق الاحداث، وعايزه اوريكم ايه اللي حصل معايا وتجربتي دي. المفروض ان هي هتعلم ناس كتير قوي يخلوا بالهم من الغلطات اللي انا وقعت فيها وما يقعوش فيها تاني. عايزه اقول لكم كمان ان هو اقترح عليا يعني ان هي بدل ما هي ركنه طبعا بسبب شغل النجاره اللي باظ فيها والتكسير اللي اتكسر فيها، ان هي تكون كنبتين يعني منفصلين، مش منفصلين يعني هما برضو الكنبتين هيبقوا يعني مع بعض بس هيبقوا بشكل منفصل ان شاء الله باذن الله. هوريكم اعمالهم ازاي، يعني هو هيغير شكلها خالص، بما ان الواحد كده مش عايزه اقول اتشائم، لكن يعني اللي هو خلاص يعني ولا نفس اللون عملته ولا اي حاجه عملتها، وان شاء الله مش هتكون نفس الشكل اصلا، يعني هتتغير كلها كده من بابها. فانا عايزه بكره اروح واصور معاكم واوريكم ايه اللي حصل، علشان لما تخلص ان شاء الله يعني تعرفوا ان دي هي دي، ما تحسوش ان هي يعني ايه مختلفه وكده، لا تبقوا عارفين انا عملتها ازاي، عشان برضو لو حد حابب ان هو يعمل نفس الفكره. فان شاء الله باذن الله بكره هروح واشوف هو عامل ايه واصور معاكم واوريكم كمان لون القماش عامل ازاي باذن الله. يعني مش هغيب عليكم خالص ان شاء الله. عبال ما نجيبها مع بعض هنكون رتبنا شقتنا ورصيناها، وهغير كده شويه حاجات فيها. وبالنسبه للناس اللي سالتني على سراير الولاد، انا هعملها بايديا. سراير الولاد سهله ان انا اعملها بايديا وان انا الم الدنيا، وانا هوريكم بقى ان شاء الله. هتتابعوا معايا، تابعوا الفيديوهات، ولو انت مش مفعله زر الجرس فعليه واتكي عليه واشتركي، علشان لما اعمل السراير بتاعت الولاد تشوفهم بقى التشطيب عامل ازاي والشغل عامل ازاي والدنيا عامله ازاي كده، وازاي ان انا هعملها بشكل كويس ومهندم باذن الله. كل ده هتشوفوه معايا. المهم مسكت بقى البوتاجاز روقته. طبعا المطبخ زي ما انتم شفتوا كده البوتاجاز كان متبهدل، كل الشقه عامه بسبب اللي حصل الايام اللي فاتت والضغوطات وكده كانت متبهدله. فانا عملتها باللي هو الباور اللي هو من شركة توفا ده، عملتها بيه ونضفته كده وروقت الدنيا، عشان كنت عايزة اقف اعمل فنجان قهوة وانا معرفش لا اعمل غدا ولا فنجان قهوة والبوتاجاز بالشكل ده. طبعا الايام اللي فاتت لا كنت لا بعمل قهوة ولا شاي، وكنت اللي بقدر عليه يعني بعمله. فقلت بما اني عايزة اقف كده اشرب فنجان قهوة حلو، ابتدي بقى ان انا انضف حواليا. والناس اللي سالتني قهوتك يا نودي القهوة حلوة بتعمليها ازاي، لما نزلت فيديو عن القهوة بصورة للقهوة بتاعتي، ناس ياما دخلوا سألوني. عايزة اقولك بس
ان هي اسهل ما يكون. القهوه دي من اسهل الحاجات اللي بتتعمل. حطي اول حاجه البن في الكنكه وحطي عليه السكر بتاعك، وبعد كده انزلي بالميه، ما تعكسيش عشان البن ما يطلعش لفوق ويبهدل الدنيا منك. قلبي تقليبه كويسه محترمه، اللي هي تدوبي كل حاجه، تمكسيها كده مع بعض كويس، وارفعي على نار هاديه وتابعي بالراحه، ودايما خبطيها كده عشان تخرجي الهواء اللي جواها وتبقى ثابته كده وحلوه، ووشها يطلع فاتح وجميل. بس لحد ما تبدا ان هي ترفع معاكي شيليها على طول وفضيها بقى في الفنجان وهتدعيلي. قهوه لو انتي بتشربيها ساده، في ناس بتحبها ساده من غير سكر، على الريحة يبقى ربع معلقة سكر، والمظبوط هتحطي معلقة، والمانو هتحطي المانو اللي هي ما بين المظبوط وما بين الزيادة هتحطي معلقة ونص، والزيادة معلقتين. في ناس بتشربها كراميلا بقى، لا دول مش تبعنا يعني، انا ما بحبهاش اللي هي 3 معالق سكر دي، يعني هتجزع كده هتبقى لا. هي على فكرة حلاوة القهوة ان هي تتشرب سادة، والمفروض يعني، بس مش كل الناس بتقدر ان هي توصل للمزاج العالي ده او للدماغ العالية ان هي تشرب القهوة كده سادة. على فكرة في اسكندرية لما رحنا بعد اليوم ما خلص، رحنا نشرب قهوة كده في كافيه، حنان طلبت قهوة سادة، فقال لها اسكتوا، يعني هم مسميين القهوة السادة سكتوا. الصراحة انا اول مرة اسمع يعني، فقالت له اكيد سكتوا يعني فبجد حلوة. وفعلا شربنا فنجان قهوة. هو كان البن خفيف مش تقيل، بس كان بن نضيف ومحترم، وكان الوش يعني ما شاء الله حلو جدا وطعمه حلو، والقهوة فاتحة كده وجميلة. فكان يوم حلو اهوت، وهو استعدنا نشاطنا منه، وبدأنا من اول وجديد كده ايه يعني على نظافة. تمام. المهم بقى اليوم ده انا كنت عايزة اعمل اكل، طبعا الولاد الايام اللي فاتت يعني كبدة، بانيه، عيش وجبن، اي حاجة يعني كنا اللي هو مقضيينها. فقلت بقى اعمل لهم طبيخ، لان الاطفال يعني لو مفيش طبيخ الصراحة هم برضو بياكلوا كل حاجة، بس عشان كمان صالح وكده يعني كنت عايزة احط له بقى شوية لوبيا كده على رز، وناكل ايه اكلة حلوة. فكان عندي كده في الفريزر حتة لحمة تايهة كده مع الحاجة. طبعا الفريزر بتاعي يعني يعتبر مفهوش حاجات كتير من رمضان، بس ان شاء الله نخلص بس المشوار اللي احنا فيه، وهفرز معاكم شوية حاجات محترمة كده، ونعمل شوية تفريزات حلوة. وان شاء الله بقى لما نذبح كمان فراخنا الحلوة بقى كده، هنطلع منها البانيه، وهنطلع منها الحمام الكداب، ان شاء الله هنطلع منها كل حاجة. فالمهم خلاص هانت النهاردة عمر الفراخ 25 يوم ولا 26 يوم، هي ماشية مع الشهر 26 يوم. فيعني هانت ما فضلش كتير، والدنيا يعني هتظبط باذن الله، وهنشوف بقى فراخنا بقت عامله ازاي وكده ان شاء الله هصور معاكم. بس فعملت لهم بقى طبخه كده على الماشي. كان عندي في الفريزر كده كيسين لوبيا، قلت هبص فيه ايه، لقيت بسله ماشي، لقيت لوبيا ماشي، وبعدين كنا عايزين نروح نطمن على حماتي، فقلت بقى بعد الغدا هنروح مع بعض. فبعد ما سبكت كده اللحمه وغطيت عليها، اخدت بعضي ودخلت على الفريزر بقى اشوف فيه ايه، واطلع منه. طلعت منه لوبيا، وطلعت منه مانجا، وطلعت منه حماتي كانت شايله عندي بسله يعني، طلعت لها كيسين. وطلعت كمان اللهم صل على سيدنا محمد، طلعت ايه كمان، وطلعت لبن عشان عبال ما يفك واحنا يعني نروح وكده، اغليه برضو للولاد لان كان صبح علينا يعني يوم الجمعه. فطلعت كده شويه حاجات حلوه. بس اهو شايفين بقى، طبعا هو ما شاء الله على رمضان كان مليان كمية حاجات كتيرة، بس دلوقتي مش مليان يعني، في شوية حاجات كده بسيطة، بس الحمد لله فضل ونعمة مليانة خير. طلعت بقى الحاجه دي وحضرتها وقفلت دي في فريزر كده، وحطيت بس يا دوبك اللوبيا دي مسلوقه يعني احطها على طول. وكان عندي كده شويه ذره صفراء. طلعت كمان يعني كيس زبده كده، طبعا كنت شايلاها للعيد الكبير، بس قلت اطلع كيس بس لان السمنه خلصانه عندي. وحطيت اللوبيا وحطيت اللي هو كيس الذره الحلوه كده في الاكل، وبس كده، واليوم خلص ومع السلامه.